ومن أفكار بسيطة جدا هنعمل حاجات عملية جدا، ومن حاجات بنرميها أساسا. أتمنى إن انتوا تشاهدوا الفيديو عشان بجد هتستفيدوا وهيعجبكم. يلا بينا نشوف. معقول الشكل الحلو ده عملناه بإزازة بلاستيك بس؟ بصي، الأجمل من الفكرة اللي هنقولها في تركة هتودي الموضوع في حتة تانية. يلا بينا نشوف. هنجيب إزازة بلاستيك وهتقصي الجزء الأعلى منها. بصي التركة الحلوة دي، وهنجيب مكوة وعلى أعلى درجة وتحطي الإزازة عليها، بتودي شكلها في حتة تانية خالص. طبعا لأن مكان المقص بيكون حاد، فبيبقى الشكل مش متفنش حلو. نيجي بقى نجيب الجزء اللي تحت من الإزازة، وهتجيبي علبة جنبها عشان تعلمي بالقلم كده وتعملي دايرة تكون مظبوطة وتقصي مكانها، وهتعملي نفس الحركة والتركة فيها برضو على المكوة. نيجي بقى بالكاوية ومن تحت أسفل الإزازة، وهنعمل فتحات جنب بعضها جدا بحيث إن احنا نفرغها على شكل فتحة. هنجيب الجزء الأعلى ونحطه في الفتحة ديت ونقفلها بالغطاء. وممكن على فكرة كمان ترشيها بسبراي بأي لون من بره، بتبقى شكلها جميل جدا. استخدميها بقى، حطي فيها الزرع، هاتي الأدوات بتاعت ابنك اللي على المكتب ملخبطة وحطيها فيها كشكل جمالي وجميل. وكل ده وبإزازة بلاستيك بس. ماسورة المية عمالة تخر منك عمال على بطال، عايزة تسديها وتنقذي الموقف ومش عارفة. طب خرطوم المية عمال يسيب عمال على بطال، والحنفية بعيدة، هفضل أجري رايحة جاية أقفل وافتح كل شوية. تعالي لما أقولك الفكرة. مش عندك معجون الأسنان بعد ما بيفضى بتروحي ترميه؟ ما ترميهوش، هاتي الأنبوبة وهنقص الأنبوبة زي ما احنا شايفين، وهتحطيها في الماسورة أو في الخرطوم. هاتي أي أفيز واحبسي الأنبوبة مع الماسورة أو الخرطوم، وبرضو بالسلوتيب أو بشريط لحام وتلفي عليها عشان تحبسيها كويس. بس كل ما تحتاجي المية افتح الأنبوبة، اقفل الأنبوبة، ولا أجري هناك على الحنفية ولا يبقى عندي مشكلة ولا أزمة. بسيطة. أجمل فكرة في 2026، وأنا متأكدة لما تشوفيها هتعجبك وهتعمليها. هتجيبي أي علبة بلاستيك عندك وهتفتحيها من الجنب 3 فتحات وتثبتيها في الحيطة، وتحطي بقى فيها فرش الأسنان ومعجون الأسنان، وبكده حافظتي على الفرش من أي تلوث، وبدل ما هي مكشوفة. وجمالها طبعا